السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هنا الجزء الثاني ديال الرحله بعد ما زرنا إيمي والدار واغرود، شاطئ اغرود. جينا للصويره نكملوا الرحله ديالنا مع لاجونس اللي مشينا معاها، وخليكم معايا. الصويره ما توقعتش ان الجو يكون بارد. الصويره بوحديتها بحال فصل الشتاء، سبحان الله العظيم. ما دايرش حسابي بهاد لما كنت جبت الجاكيطه ما توقعوش البرد اللي في الصويره. هنا جينا نكتشفوا كما قلت لكم في الفيديو الاخر، بما انني جيت اكادير قلت ندير جوله في الاماكن السياحيه المشهوره اللي في النواحي ديال اكادير. وهنا جينا مع لاجونس الصويره حتى هي. كنا مشينا لإيمي والدار ومشينا لشاطئ اغرود وديك القريه الملونه اللي شفتوا في الفيديو الاخر. وهنا جابونا الصويره نديروا واحد الجوله خفيفه في اهم المعالم السياحيه ديالها، المرسى والقصبه اللي كتواجد في المدينه كما كتشوفوا. هذه الدخله ديال الصويره. خليكم مع هاد الجوله خفيفه. لقيناها ما شاء الله عامره بالسياح. الصويره عاوتاني عندها واحد طعم اخر خاص بها، تختلف على المدن الاخرين. مدينه رائعه عندها الاجواء ديالها بوحديتها. وهنا كنديروا جوله حره في البازارات ديال الصويره، في المتاحف كما كتشوفوا ديال الرسومات، الملابس التقليديه. تبارك الله حتى هي عامره بالناس الجاليه وبالاجانب، الجاليه المغربيه اللي جات في هذه الفتره. مازال محتفظه بهذاك الطابع التاريخي ديالها، وكنتمنى ما تبدلش، ما يبدلوهاش وما تدخلش ديك ما بغيتش تدخل ديك الحداثه اللي كاينه في المدن الاخرين بحال كازا. كنتمنى يحافظوا على المعمار ديالها التقليدي وسط المدينه. نكمل الجوله ديالنا. هاد الفكره ديال انني نجي مثلا نسافر لمدينه ونقوم برحله مع شي اجونس ما كانش اكتشفتها بالصدفه. سبحان الله طلع لي اعلان ديال واحد لاجونس وقلت علاش لا ندير حتى انا كما كيدير الناس. كتستافد من الوقت، وكاين شي اماكن ما تقدرش تزورهم بوحديتك كتمشي مع لاجونس مزيانه الصراحه. خصوصا الا كانت الطريق طويله، كاين شي بلايص ما كيوصلوش لهم المواصلات، ضروري خص يديك شي حاد اولا بحال هكا مع اجونس مزيانه. كملوا الطريق ديالنا كما كتشوفوا ديال الساحه الرئيسيه اللي تيكون فيها مهرجان قناوه. في الوقيته ديال مهرجان قناوه راه تبارك الله راه كيمشيو لها بالالاف. ما كاين الناس ما كتلقاش لوطيلات فين تجلس، كاين اللي كيبات في الشارع لهاد الدرجه. سبحان الله ديك قناوه عندها المحبين ديالها. انا ما عمري مشيت للصويره في المهرجان ولا هذا، ولكن ملي جات الفرصه الزياره ديالها قلنا علاش لا. في الطريق المرسى تشوفوا
هي كتبان لكم من بعيد. ما تخيلوش درجة الحرارة، نعاودها لكم راه ما توقعتهاش انا، لان كنت واحد درجة الحرارة معينة وبحال فصل الشتا هبط لهنيش انا. حسيت بالبرد هذيك الساعة، حسيت بالبرد بدا كيشدني. الناس كتصور كتاخد لقطات المناظر الطبيعية كما كتشوفوا. التصويره كما كتعرفوا راه مشهوره بطيور النوارس اللي كيتغذى على الحوت. كما تشوفوا النوارس عرفوا راه كاين الحوت. منظر جميل واخا الجو شويه مغيب. كما قلت لكم راه بحال مشينا من فصل الصيف لفصل الشتاء. كما كتشوفوا حتى الجو كان مغيب. مع اننا في شهر 8 في عز الصيف، لكن الكلمه الطقس ديال التصويره عندها بوحديتها سبحان الله العظيم. نكملوا الجوله ديالنا كما كتشوفوا. هذه الباب ديال المرسى. كاين هنا ملي كيدخلوا الناس باش يدخلوا المرسى ديال الصويره، المرسى الشهيره. وجينا نكتشفوا هاد فواكه البحر اللي زويد. وكاين واحد الخلطه كيديروها ميكست كما كتشوفوا. هاد السيد انا مشهور في مواقع السوشيال ميديا، ولكن انا ما نعرفوش، ولكن الناس كتعرفو. لاحظت ان الناس كتصور معاه، عنده شي باج في انستغرام، يمكن في تيك توك. شفت وجهو كيف مغيب. قلت لكم بحال جيت من الصيف، جينا لشهر 12 مثلا. هذه الخلطه العجيبه اللي قلت لكم، ندوقوها ونجربو. جينا هاد السيده نفيت طلع لي لاباج ديالو، ولكن ما عقلتش عليه بالضبط. ولكن المهم صدقات زوينه. كما كتعرفوا فواكه البحر مشهوره في الصويره. الجو كيتبدل غادي كيتبدل سبحان الله. كاينه واحد الريح. الناس راه كاين اللي متعود واقيلا على هذا البرد، ولكن انا راه جاني واحد البرد ما نعاودش لكم. ندمت علاش ما ديتش الجاكيطه، وما توقعتش انه يكون هكا في الصيف تكون الصويره بارده. وسبحان الله راه الدراري ديال الصويره راه مولفين هذا الجو ديال البرد، كيعوموا فيه عادي. ديال قصبة الصويرة كما كتشوفوا. اللي بغى يدخل لهذا البرج دايرين هنا الأثمنة كما كتشوفوا. هذه السقالة ديال الميناء، دايرين الأثمنة للمغاربة تنظن 30 درهم، الأجانب 60 درهم. هما الأثمنة تنظن زادوا في الأثمنة. أنا ما كنتش عارفة، ولكن سمعت الناس تيقولوا بأن راه زادوا في الأثمنة. بالنسبة للمغاربة زادوا لهم، ما كانش هكاك 30 درهم. هنا الدراري تيعوموا
تيعيشوا الجو ديال الصيف. كيموتوا بالبرد وما معاتقينش بعد، ما معاتقينش مع العومان. هي الاجواء ديال الصيف في الصويره كما كتشوفوا، واحد كيعيشها بطريقته الخاصه، ماشي مشكل. على فكره ديك السقاله اللي بغا يطلع ليها مثلا ما بغيتوش تخلصوا، هذه معلومه قالوها لينا جديده، الا مشيتو للجمعه كتكون فابور للمغاربه، مثلا الفابور لكلشي حتى الاجانب ماشي على المغاربه. مثلا تصادفتوا الجمعه وكنتو تما راه بالمجان، تتخلصوا لا 30 درهم ولا 60 درهم. هذه معلومه اضافيه قال السيد اللي مكلف تما هو اللي قالها لنا. تبارك الله. هذه هي المرسى معروفه باسم المرسى ديال الصويره. نجيو نجربوا عاوتاني هاد الباناشي الخلطه كما كتشوفوا، هذه زايده شويه على الاخرى كالامار هكا. زايده شويه على داك السيد، فهاد الكالامار شويه هاد الاخطبوط، كاين بوزروك حتى هو كاين كما كتشوفوا. هي هادي اش قالت لكم المذاق ديالها كان رائع، علاش الواحد يجرب مره. هنا شويه ثمن ناقص على كازا. ديك الباناشي كيديروه في مارشي سونطرال في كازا، ولكن كيكون زايد شويه الثمن. هنا تبارك الله راه المرسى وبلاصه الحوت اكيد غيكون ناقص. وهنا الناس كتبغي اللي كتبغي حتى كتاخذ تخليطه وكتمشي تشوي على الفاخر. هنا واحد جوج قطوط راهم دابزين بيناتهم. شفتوا الحال كما كتشوفوش، السماء مغيمه، البحر مقلب. كما قلت لكم راني بحال مشيت في فصل الشتاء ماشي مشيت في الصيف. سبحان مبدل الاحوال، يعني من الصيف مشينا ديريكت للشتاء. الصويره سبحان الله عندها واحد الطقس خاص بها. المهم ردوا البال اللي بغى يمشي في هاد الوقيته للصويره ديما يدير احتياط، جاكيطه خفيفه تكون معاه دائما، لان الجو كيتقلب في لحظه، ممكن يكون بحال سخون وفجأة رجع بحال راكم كتعيشوا في الجو ديال شهر 12 ولا شهر 1. البرد بواحد الدرجة، البرد والريح. هنا المرسى من الفوق كما كتشوفوا فيها مدافع تاريخية. هنا لاجونس كتخلي لك
كتعطيك توقيت كدير جوله حره في يعني اللي بغيتي الاماكن اللي اختاريتي تمشي لهم كتمشي لهم كتمشي معاهم مع الناس اولا تمشي بوحديتك عندهم المهم تيعطيوك التوقيت. شوفوا الجو كينبدل شوفوا اللون ديال البحر يعطيكم اخبار. الا تقولي تعاودي هاد الزياره نعاودها ماشي مشكل. انا غير مره اخرى ان شاء الله يعني ملي تعاود ما خصني ندير معايا الجاكيطه كما قلت لكم يعني ما توقعتش الجو يكون بحال هكا بارد بزاف. كاينه بحال واحد القصبه تما تاريخيه هذه هي البقايا ديالها. وهنا النواريس كما كتشوفوا راه تبارك الله المرصى ضروري كيكون فيها النواريس لانهم تيتبعوا الحوت في مكان الحوت كيتبعوه. الناس كتعوم انا دابا باقي ما خرجتش من الصويره ولكن كنحس بانني خديت برد وباين غيكون في الصوت ديالي غيكون عرفتوا بانني راه شديت ضربني البرد. المهم هذه هي الاجواء ديال الصويره. الى عجبتكم الى عجبكم هذا الفيديو خليو لي تعليق. الا كاين شي انتقاد كتبوا لي في التعليقات. لا واش اسبق لكم جيتوا للصويره ولا مازال واش دايرينها في المخطط ولا مازال ما دايرينهاش. المهم انا هذه الفكره ديال هذه مزيانه خذوا بها الى عجبتكم انكم مثلا تمشي لواحد المدينه وتمشيو مع شي اجونس تزوروا الاماكن السياحيه اللي محيطه بها مشهوره. كنظن كتقام اقتصاديه احسن من تمشيو كل بلاصه تمشيو لها بوحديتها. هذه فكره جديده وزوينه وتنشكر الناس اللي دايرينها. هذا البروغرام الصراحه داروه رائع ما تيخليوكش تمشي لبلاصه وحده. نكملوا الجوله ديالنا. انا راه عجبني هذا المنظر بقيت جالسه هنا كنطلع كنفكر هذيك القصبه التاريخيه شنو كان فيها. واش كانوا فيها العساكر مغاربه واش كانوا فيها الاحتلال البرتغالي لان قصبه تاريخيه تما بقاو على الاطلال ديالها يعني كانوا تيدوزوا لها بالقوارب. تنظنش كانوا فيها سكان عاديين يعني بين كانوا عساكر عايشين تما. تنظن الاحتلال البرتغالي ما الا ما كانوش المغاربه الاحتلال البرتغالي. وهذه قوارب الصيد اللي كيخرجوا بيصيدوا بها. وهنا الفلايك تحت هي اللي كيخرجوا يصيدوا بها ملي تيساليو تيجيو يحطوها هنايا كما كتشوفوا. تبارك الله ما شاء الله عامره. هنا ما كاينش جولات بالقوارب هنا كاين قوارب ديال الخدمه ديال الصيد. وهنا هي الساحه الرئيسيه اللي كتكون في وقت ديال المهرجان كرناوه كتكون عامره بزاف.
حلويات. واحدة مومن. لكم على طريق البعض.